بص يا دكتور، تقل ايدك شوية في البنج عشان انا حريقة سجاير وقهوة، والبنج مش هيجيب معايا نتيجة. خلينا نقول ان علاقة بنج الاسنان بالقهوة والسجاير دي خرافة طبية. هنقسم الموضوع لشقين، القهوة والسجاير، ونبدأ بالقهوة. الدراسات على القهوة وعلاقتها ببنج الاسنان محدودة جدا، لان اصلا مفيش علاقة ما بين الكافيين وبنج الاسنان. كل اللي بتعمله القهوة ان هي بتزود التنبيه، فبتخليك اثناء وجودك في عيادة الاسنان مركز في تفاصيل ادق، وده بيوترك وبيخليك نفسيا حاسس ان في وجع. حل ده ايه؟ ان احنا نشتغل في ستريس فري سيشن، يعني الجلسه يكون الدكتور فاهم فيها ان مفيش علاقه ما بين القهوه وبنج الاسنان، فيريحك نفسيا ويشتغل لك، وساعتها مش هتحس باي وجع. الشق الثاني السجاير، جابوا عدد من المدخنين وغير المدخنين وعملوا على الاثنين تجربه وعرضوهم لبنج الاسنان، وجدوا ان الانست او السرعه بتاعه الاستجابه للبنج بالبلدي كده نفس هي ما بين المدخنين وغير المدخنين، وبالتالي برضو السجاير ملهاش اي علاقه ببنج الاسنان. فلو انت اتعرضت لتجربه ان رحت لعياده الاسنان والبنج ما اشتغلش معاك بسبب قهوه او سجاير، دي معلومه غلط. قد تكون المشكله في حاجات تانية كتير، زي تركيز البنج مستورد ولا لا، في مشكله عندك والتهاب، في مشاكل كتيرة جدا ليها علاقة بالبنج، ولكن القهوة والسجاير ملهمش أي علاقة.